ما قصت البلدي اللي انا ولدت فيه واللي انا كبرت فيه، بس عادي كده انا نقعد في بلدي نشوف الحوا دي. الشباب النوبي كان ليه دور مهم جدا في المكاسب النوبيه اللي اتحققت بالدستور الجديد. مفيش حاجه اسمها نوبه شمال نوبه جنوبيه، ولا النوبه العليا ولا النوبه السفلى، في حاجه اسمها نوبه واحده. انا عصفور بقلب ابيض وقلب لسان. لا ينكر احد ان السد كان فعلا خير عميم لمصر كلها. النيل والنخيل يمثلان نبض الحياة للنوبيين في مصر والسودان، فكثير من تفاصيل حياتهم تعتمد بصورة أساسية على وجودهم بالقرب من النهر والزرع. وتنضم إلينا هنا في الاستوديو الزميلة رفيدة ياسين. صباح الخير رفيدة. صباح الخير داليا. صباح الخير نبيلة. رفيدة، الجزء الأول من هذا الوثائقي عن النوبيين لربما تحدثتي أكثر وركزتي على النوبيين في السودان. هذا الجزء ستتحدثين عن النوبيين أو النوبيون في مصر. حدثينا قليلا، هل هناك فعلا فرق ما بين النوبيين في السودان ومصر؟ يمكن من خلال التجربة والرحلة ما شعرناه أن النوبيين في مصر وفي السودان يتكاملون ويكملون بعضهم البعض ثقافيا وتراثيا وحضاريا. الفروق ربما تكون في البنى التحتية وشكل التنمية الموجودة في مناطق النوبيين المصريين ومناطق النوبيين في السودان. ما لمسته فعلا هو أن مناطق النوبة في مصر ربما تحظى بقدر أكبر من التنمية والبنى التحتية من مناطق النوبيين في السودان. يعني هناك عدد كبير جدا من القرى في السودان، قرى النوبية لا توجد فيها خدمات كهرباء أو مياه، لا توجد فيها أي خدمات حتى تعليمية. لكن اللافت للنظر داليا ونبيلة أن مناطق النوبيين في مصر والسودان رغم أنها تقع جغرافيا في مناطق حدودية إلا أنها تعد المناطق الأكثر أمنا في البلدين. هناك عدد كبير من القرى سواء في الجانب المصري أو السوداني لا توجد فيها مراكز شرطة أو حتى سجون. يعني العرف السائد في هذه المناطق أن حتى المشكلات التي تقع تحل في مجالس عرفية يشرف عليها مشايخ القبائل. هل يلجؤون في هذه الحالة نعم. إلى أمن ذاتي أو لا الحكم يعود لكبار المنطقة ومشايخ القرى، هم الذين يحكمون ويفصلون بين المشكلات. لكن دعوني حتى لا أنسى أن أشكر عدد كبير من الزملاء. يعني قد يشاهدني الناس ويسمعونني في هذا الفيلم، لكن هناك فريق كبير، فريق عمل متكامل شارك في هذا العمل. نحن اليوم أكملنا 40 يوما تقريبا في العمل على هذين الجزئين من تصوير ومونتاج. يعني اشترك معي عدد كبير من المصورين والزملاء في المونتاج، الزميل المقداد تاج السر المصور السوداني، والزميل سامي العنسي المصور اليمني. ايضا كان معي الزملاء من قسم المونتاج في سكاي نيوز عربيه، خالد الراوي، احمد عبد الله، نيكولاس، علاء، لا اريد ان انسى احد، عبد القادر، ففقط كي احفظ حقهم الادبي في المشاركه. كنت تتحدثين عن القرى، كنت أود أن أسألك. يعني أنا لاحظت من خلال صفحتك على مواقع التواصل الاجتماعي كنت تقولين بأنك قمت بزيارة الكثير من القرى، ولكن تفاجأت بأن الكثير من هذه القرى ليست موجودة حتى على الخرائط. مزبوط. حدثينا قليلا، ما هي هذه القرى تحديدا ولماذا هي لا توجد على الخرائط؟ هناك عدد كبير من القرى الموجودة في مناطق النوبيين في مصر والسودان لم أجدها عندما بحثت عن خرائط على جوجل كي أعمل فيها في التقرير. هم يعتقدون أنهم قرى منسية. هذه المناطق آمنة جدا، فربما من المناطق المنسية التي لا تقع ضمن أولويات أجندة الحكومات في البلدين. هم يقولون إنهم لا يدخلون ضمن هذه المناطق التي تشغل اهتمام الحكومة لأنهم قوم يتمتعون بسلمية، بترحاب كبير، ليسوا من المناطق التي تطالب عن حقها بشراسة. لكن حتى الآن يمكن أن نقول أن هناك مكتسبات حصل عليها كثير من النوبيين في مصر مقارنة بالسودانيين بعد هذا الموضوع سوف تطرحيه اليوم في نعم. الجزء الثاني. هذا أحد الفروق، النوبيين أن النوبيين في مصر حصلوا على مادة في الدستور ما بعد ثورتي 25 من يناير و30 من يونيو تضمن لهم حق العودة إلى قراهم خلال 10 سنوات. وهذه العودة وأيضا حفظ الحقوق الثقافية واحترام اللغة والعرق. هم كانوا ممنوعين من العودة إلى قراهم؟ ليس الدخول، ولكن بعد
أن غرقت قرى النوبة كان لابد من العمل وإنشاء قرى جديدة تستوعب البيئة التي كانوا يعيشون فيها، تستوعب عاداتهم وثقافاتهم وتقاليدهم. يعتادوا أن يعيشوا بالقرب من النيل، فهم بحاجة لكي يعيشوا مرة أخرى في قرى تقوم الحكومات بإنشائها بالقرب من ضفاف النهر. وقد بدأ بالفعل في الجانب المصري بعض القرى والنماذج ربما لا يرضونهم عنها، لكن بالفعل كانت هناك خطى إيجابية أكثر حصل عليها الكثير من النوبيين في مصر مقارنة بالسودانيين. تحدثين عن العمل المشترك، الأرض، النيل، النخيل. طب بالحديث عن التراث وربما والثقافة، هل لاحظت بأن ربما النوبيين في مصر يختلفون من حيث العادات والتقاليد قليلا عن ممن هم متواجدون في السودان؟ يعني اللغة هي لغة واحدة مشتركة، سواء النوبيون في مصر هم كنوز وفدكة وعرب، النوبيون في السودان ضناغلة ومحس وسكوت وحلفاويين، هم يتحدثون لغة واحدة بلهجتين مختلفتين أو بعدد من اللهجات المختلفة، لكنهم ذات العادات ذات التقاليد في مراسم الزواج، في حتى المرأة النوبية هي التي يعني تقع عليها مسؤولية الحفاظ على هذا التراث، نقل اللغة إلى الأطفال، أيضا اللبس الزي النوبي للمرأة الجرجار، الأكل النوبي في مصر يسمونها الخبز البلدي، رقائق الخبز يسمونها الشدة، في السودان يسمونها الكسرة. فهي نفس المكونات لكن المسميات مختلفة، بالإضافة إلى بعض الأشياء الأخرى التي ربما ضمن وجبات النوبيين في مصر. هل هنالك مشاركة سياسية اليوم للنوبيين في الحكم في مصر؟ هذا هم يسعون إليه في المرحلة المقبلة، ربما بعد الانتخابات البرلمانية. كان أحد الأدباء النوبيين في مصر الأديب النوبي حجاج الدول ممثلا للنوبة في لجنة ال50 لصياغة الدستور. فهناك في السودان كان وجود وحراك مجتمعي ثقافي اقتصادي، وجود في السودان لشخصيات كبيرة، رجال أعمال منهم مو إبراهيم، أسامة داوود، هناك أيضا نساء شاركوا منهم، يعني عدد كبير من الشخصيات النوبية بارزة في مصر والسودان. تتابعونها مساء اليوم إن شاء الله الساعة 8:30 بتوقيت أبو ظبي، 4:30 بتوقيت جرينتش. شكرا لك جزيلا نبيلة وداليا.